تحدات من كرشك. كنتحداك تمشي ديري سلفاكيته للعنطيقه. نقول لك كلمه غير هي دوك المثليين ديال الشمايت ماشي تا رجال ديال البنات قبلوا عليهم كاع. انا بغيتك ديري فيديو خاص بقناتك وبردي لي الدار. السلام عليكم الاخوان والاخوات متتبعي قناه عالم ام التوأم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله باحوال طيبه. المهم اليوم جيت بهذا الفيديو صراحه شفته وقلت علاش ما نتكلمش عليه. صراحه هذا الفيديو كيضرب في الخاطر بزاف، يعني هضره ما خاصهاش تتقال في اليوتيوب يعني على المباشر. شي حاجه اللي زعما ما خصناش نوصلوا ليها. كيف كتشوفوا معايا الاخت مريم كيفاش كتكلم على الخاله ديالها، وهذا الشيء صراحه شويه خايب كيضر في الخاطر. يعني كيف قلت لكم الخاله كتبقى بمثابه الام، يعني ما خصهاش تتكلم عليها بهذه الطريقه. ولسوء الحظ حتى الخاله حتى هي اللي كتكون في مثابه الام، حتى هي خرجات كطعن في بنات اختها، يعني كطعنهم في الشرف ديالهم بكلام مقزز كيف غنقولوا. يعني كلام خاصهاش تقولوا في بنات اختها. يعني بنات اختها راهم بحال بناتك، وهما خالتهم راها بحال الام ديالهم. يعني هادشي اللي تواصلوا ليه شويه صعيب وخايب. كنتمنى ربي يلطف بينا صراحه، ما بقى ما يعجب الا كانوا كاع الخالات بحال ما هكا وكاع بنات الخواتات بحال ما هكا. مشكله. حنا كنعرفوا بان الخاله كتبقى بمثابه الام، وبنات الخواتات كيكونوا في مثابه الابناء ديالها. يعني هي ما خصهاش تطعن فيهم في الشرف، ما خصهاش تقول عليهم هذاك الكلام كاع بصفه نهائيه. وحتى هما ما خصهمش يقولوا هاد الهضره في الخاله ديالهم، حيت خالتهم راه بحال الام ديالهم، عوض الام ديالهم. والله يهدينا ويهديهم وجميع ويهدي جميع الامه المسلمه يا ربي. هادشي اللي ولينا كنشوفوه خايب بزاف، وهادشي كله كيدار بسبب الطمع. والله يهدينا والله يسمح ليهم ويغفر لنا، ونتلاقاو فيديو جديد اخر ان شاء الله.